النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا لكل واحد فينا. ازاي تنجح في حياتك وازاي تطور من نفسك علشان تحقق كل اللي نفسك فيه. بالعامية كده، ازاي تطور نفسك وتحقق اهدافك. النجاح مش حاجة بتيجي صدفة، ولا حد بيقولك عليها كده وخلاص. النجاح محتاج خطوات واضحة، زائد رغبة حقيقية، إن يكون عندك رغبة حقيقية في تغييرك. في الفيديو ده هشارك معاكم أهم النصائح والخطوات، لو أنت مشيت عليها فعلا هتلاقي حياتكم بتتغير تماما. وأول حاجة قبل ده كله، عايزك تحدد هدفك بوضوح وبصراحة، يعني لا تزود ولا تقلل، من غير لف ودوران. انت من غير هدف محدد مش هتعرف تمشي بالطريق الصح. انا عايزك تحدد هدفك، الهدف اللي انت عايز توصل له، وخلي هدفك يكون محدد قبل كل شيء، وقابل للقياس وقابل للتحقيق. يعني انت قابل للقياس، يعني ممكن يعني ممكن يحصل حاجة وبدون تحقيق، يعني انت ممكن تفاصل بيه او تعمل حاجة معينة. وتاني حاجة عايزك تحط خطط يومية، عايزك تعمل اغلى حاجة عندك وتخليك تستغلها صح، وقسم يومك بشكل منظم، وحط لنفسك مهام كل يوم لازم تعملها، مهام حقيقية. وبعدين كده عايزك تطور من نفسك بالاستمرارية. ازاي تتطور؟ اكتب واقرأ كتب وشاهد فيديوهات تعليمية، وما تنساش بقى تتابع قناتي لان قناة بتجمع بين الابداع تطوير ذات نجاح مالي. وعايزك تتابع مهارات جديدة، وخليك دايما شخص متعلم ومثقف، وكل ما انت تتعلم هتكبر فرصك ونجاحك اكتر. وعايزك تتعلم من الفشل وما تستسلمش. الفشل ماهوش نهاية الطريق يا صاحبي، ماهوش نهاية الطريق، بالعكس الفشل هو درس مهم. لما تفشل اقف تاني وحلل غلطاتك، وحاول تاني بنفس حماس أكبر، وحافظ على صحتك النفسية والجسدية. نجاحك مش بس بالشغل أو الدراسة، لازم تحط بصحتك وتهتم بيها، ناكل كويس ونذاكر كويس ونلعب رياضة علشان تكون تعمل عندك طاقة تقدر تواجه بيها حياتك وكده. وبعدين كده عايزك تتعامل مع ناس إيجابيين وابعد عن السلبيين. إنك أنت مثلا كشخص تتعامل مع أشخاص حواليك ليهم تأثير كبير عليك، حاول إنك تتقرب من الناس اللي بيدعموك ويشجعوك، وتقلل من التواصل مع الناس اللي هيأثروا عليك بشكل سلبي. ودلوقتي بالحاجة دي بالذات أنا محتاج أقف عليها، محتاج منك حاجة واحدة، إنك تمشي مع الناس اللي تحسهم مخهم دايما نشط. كل شوية عايزين يعملوا فكرة مشروع، عايزين يعملوا مشروع صغير، عقارات، مش عارف ايه، المخ دايما شغال بالافكار ومشاريع وحاجات زي كده. انا عايزك تقترب منهم علشان هم دول بصراحة اللي هينجحوك. لان انا بصراحة انا طلبت منهم منشئين محتوى، وهم عارفين نفسهم، وهم اللي حطوا بيا الطاقة الإيجابية إن أنشئ محتوى أكون زيهم. ودلوقتي إحنا داخلين منافسة، أنت متخيل؟ فالمجتمع اللي احنا عايشين بيه ده، لو انا دلوقتي ما كنتش اختلطت بيهم ما كنتش شفتني دلوقتي. واخيرا خليك عندك ايمان بنفسك، وانت شخص حط القدرة انك انت تقدر انك تنجح، والثقة النفسية مفتاح كل حاجة. انت لما تكون واثق هتقدر تحقق كل اللي نفسك فيه مهما كان صعب. وتذكر اي حاجة انت نفسك بيها انه لازم تعملها. يعني مثلا انا عايز اجيب حاجة معينة، والحاجة دي وليكن في الهند، في امريكا، بريطانيا، لا انا هجيبها. لو كانت تحت الارض هجيب جرافة تحفر وتطلعها. صح ولا انا غلطان؟ لو حطيت حاجة في مخك لازم تعملها. فانت لازم يكون عندك الحتة دي. لو كان عندك الحتة دي وطبقتها صح، انت كده حياتك مشيت بالسليم. قول لي بقى في الكومنتات حياتك عاملة ازاي. ربنا يوفقك، وذكر الله على طول ده اهم حاجة، هو اللي هيحسن لك حياتك. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشتركوا بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. وشاركوني بالتعليقات ايه اكتر حاجة انت ممكن تبدأ بيها وتغير بيها حياتك من دلوقتي. وتذكر دايما انه منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الابداع تطوير الذات النجاح المالي. اتمنى تكونوا سعداء دايما وكويسين. شكرا للجميع، ربنا يوفقكم جميعا.